السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنعمل مكرمية رمضانية بسيطة وبتكلفة قليلة جدا. نبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيز يا خلاق. نبدأ بقى نقول الأدوات اللي احنا هنستخدمها. معانا الهلال اللي هو CNC، بنجيبوه من أي حد عنده خيط المكرمية. ومعانا المقص بتاعنا والشرشوبة. نبدأ ناخد واحدة من الخيط الشرشوبة كده ونبدأ نقصها على جزئين، وهناخد الجزء الأولاني دوت وهنتنيه كده ونبدأ ندخله في الأخرام اللي موجودة في CNC الهلال، ونبدأ نعمل الغرزة بتاعة المكرمية اللي هي غرزة بسيطة خالص. بصوا معايا كده وشوفوا أنا بعملها ازاي. هندخل الطرفين اللي تحت في الغرزة دي كده ونشدها بالراحة خالص. تمام، نبدأ بقى نكررها كده قدامكم وهتعرفوها أوي، سهلة خالص. هنكمل كل الأخرام ديت واحدة واحدة. هنبدأ ندخل كده بشويش وبعدين هنطلعها، وبعدين ندخل الطرفين في الدايرة كده وبعدين نشدها بالراحة خالص. طبعا احنا اثناء ما احنا بنعمل كده نكون مجهزين الخيط، قطعينه وحاطينه جنبنا علشان ما ناخدش وقت كبير واحنا بنعمل الخيط بتاعه. هنبدأ بقى نكمل الغرز كلها. انا هسرع معاكم الحتة دي علشان وقت الفيديو. طبعا لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والكومنت حلو، وتصلوا على النبي في الكومنتات. طبعا احنا في كل جزء احنا بنمشي فيه بنمسح الاخرام الصغيرة دي كده بالمناديل علشان ما تعملش حاجات سودة كده واحنا بندخلها يعني. بعد كده هنبدأ بقى نعمل الخرم الأخير دوت. هندخل الشرشوبة بتاعتنا بالراحة خالص ونسيب مساحة شوية علشان احنا هنحط فيها الهلال بتاعنا. هناخد خيط واحد من الشرشوبة بس مش هنقصه بقى بالمقص زي التانيين، هنخليه كامل. وهنبدأ ندخل الجزء ده بالراحة كده من الخرم الأولاني وبعدين لخرم النجمة. هنجيب أي أداة إن شاء الله حتى ظهر معلقة صغيرة ونبدأ ندخل كده بشويش خالص علشان ما تتقطعش مننا، لأن الخيط ده ضعيف جدا. ممكن تستبدلوا الخيط ده بخيط المكرمية عادي، بس احنا فكرتنا ان احنا عايزين نعمل تكلفة قليلة خالص وبيبقى بمنظر حلو برضك. هندخلها الناحية التانية من النجمة، وبعد كده نبدأ ندخل طرفين الطوال دولت في الدايرة اللي احنا عاملينها في النجمة اللي من ورا، ونشدها بشويش بالراحة عشان ما تتقطعش. وبعد كده هنحطها تحت الهلال بالظبط، وبعد كده نبقى نقصها. نبدأ بقى نقص الزيادات اللي موجودة في الخيط من تحت كده، وعايزين تسيبوها زي ما هي ماشي هتبقى شكلها حلو برضو. هنكمل قص الباقي وده بيكون شكلها في النهاية، وكل دي بتكلفة قليلة جدا. الشرشوبة ب10 جنيه، CNC الهلالي دوت عامل 35 جنيه، ومعانا فرع الورد دوت معمول تقريبا ب25 جنيه. يعني الشكل الجميل دوت مكلفش حاجة كتير خالص، يعني في حوالي 80 جنيه. طبعا انت لو هتروح تجيبوها من بره هتبقى اعلى من كده بكتير. طبعا بعد كده عشان نخلوها تمسك في بعضيها هنجيب الغيرة دوت ونبله شوية، بنحط فيه شوية مية، وبعد كده هنحطه على اللي هي الخيوط الشرشوبة دي كلها علشان لما تيجي تعلقوها تكون ثابتة وهي واقفة. هنحط قطعة ورقة كبيرة كده تحتيها، ونبدأ نشيل بتاع الخيوط كده ونبدأ نحط تحتيها الغيرة ونلزقهم جنب بعض. احنا عايزين الأطراف جنب بعضيها تتلزق، وناخدوها واحدة واحدة كده وبعدين هنسيبوها لغاية لما تنشف خالص، وده هيكون منظرها في النهاية. طبعا الشكل ده قبل ما نلزقها كنت بجربها وبعدين رجعتها تاني علشان اعملها بالغيرة، وده منظرها في النهاية.
وكل سنة وانتم طيبين، بسلام.